انا فعلا محتاج ابارك لك. انت اخيرا بعد طول المده اللي انت بالك فيها في ثانوي بتنزل الدروس وبتروح وتيجي وتذاكر وبتاع، انت دلوقتي بقيت هنا عند الحته اللي انت بتذاكر طول السنه عشانها. دلوقتي انت وصلت للامتحانات اخيرا. فالنهارده انا هنا عشان اكلمك عن اسوأ فتره في حياتي. وايوه، ما تستغربش لما اقول انها اسوأ فتره في حياتي، عشان انت دلوقتي غالبا فيها دلوقتي، بس انت مش حاسس بده ومش هتحس بده غير لما تشوف اللي بعد كده. فانا عارف دلوقتي انك مضغوط، نازل دروس، راجع من دروس، وراك امتحانات وبتذاكر، والكل عمال يقول لك ذاكر، الكل مستني منك مجموع والحاجات دي كلها، ودماغك دلوقتي انت نفسك بتحارب في نفسك عشان انت تعبت، وفي نفس الوقت مش عايز تجيب مجموع وحش، وعايز تذاكر وعايز تلم اللي وراك، وبتسأل نفسك ازاي هتخش الامتحان وانت لسه مش عارف تحل عربي كويس، مش عارف الدرس ده، ومش عارف تراجع، والكيمياء نقطة ضعفك، والعضوية ومش عارف ايه. الفترة دي بالذات اكتر فترة تحس ان دماغك فيها بتفكر في حاجات كتير جدا جدا، وبالتالي بتخليك مضغوط، بتخليك حاسس انك مضغوط، مش قادر، مش عايز اصلا انك تعمل حاجة. فانا كنت في مكانك وكنت زهقان، بس ما كانش ينفع ان انا ما ذاكرش او ما اعملش ده، وانت برضو نفس الكلام ما ينفعش توقفها. اكيد انت عارف يعني. فانا هقول لك النهارده على حاجتين بصراحه يعني ساعدوني نوعا ما ان انا اخفف الضغط اللي عليا ده. ما فكرش كتير في ان انا المفروض اذاكر، وان انا مطلوب مني مجموع كبير، وان انا عايز اخش كذا او كذا او كذا. وفروا عليا اسئله كتير، وفروا عليا حاجات كتير جدا من التفكير، وان انا بس اركز في الماده اللي ورايا. انا كاتبهم هنا بصراحه. فاول حاجه، كنت دايما بفتكر يعني بالذات بعد اول امتحان عربي، حسيت بالشعور ده اللي هو انا كده مش هذاكر عربي تاني. ده بصراحه كان شعور مرضي جدا، اللي هو يعني انا ذاكرت كتير قوي عربي، فانا كده خلاص مش هذاكر عربي تاني. انا امتحنت عربي كده وطلعت من الامتحان وخلاص. ساعتها كان شعور رهيب يعني، اللي هو ايوه خلاص الماده الاولى خلصت، فاضل 6 مواد او 5 مواد وخلاص الثانويه هتبقى خلصت. وبصراحه الشعور ده لوحده كان هو اللي بيزقك عشان تخش الماده التانية، عشان تذاكر الماده التانية. كونك بتفكر ان خلاص دي فعلا اخر يوم او اخر يومين انت هتروح فيهم درس الفيزياء، اخر يومين انت هتذاكر فيهم فيزياء في حياتك اصلا، او خلينا نقتصرها على ثانوي، اخر يوم انت هتذاكر فيه فيزياء لثانوي. والشعور ده لوحده هيخليك تحس انك راضي انك هتذاكر دلوقتي، عشان خلاص دي اخر مرة هتذاكر فيها. اكتر حاجة فعلا هتديك شعور كويس انك تخليك تكمل وتزقك على المادة التانية عشان تخش وتذاكر المادة التانية، عشان هي اخر مرة انت هتذاكر فيها المادة دي. فعايزك دايما تفكر وانت داخل على امتحان اي مادة فيهم ان دي اخر مرة انت فعلا هتذاكر فيها المادة دي اخر مرة انت هتفتح فيها كتاب ابن اللذينة اللي انت بتحل فيه من اول السنة ده، دي اخر مرة انت هتشوف فيها مستر كذا، اخر مرة انت هتروح فيها درس كيمياء مثلا. انت فاهمني؟ وتخيل الحاجة دي بس، او انك خلاص يعني مش هتذاكر المادة دي تاني، هيديك زقة كفاية انك تخفف الضغط اللي عليك ده، هتخليك تذاكر مثلا بالرغم انك مش عايز تذاكر، عشان انت في دماغك ان دي خلاص اخر مرة انت هتذاكر فيها. وانا كنت كده يعني، انا حتى كنت مصور الفيديو ده، استنى اشوفه دلوقتي. تالتة ثانوي دول خلصوا، دول فاضلين كم كتاب؟ حسالة، اسبوعين. ايوه انا كنت عامل الفيديو ده عشان اصبر نفسي، اللي هو خلاص دول خلصوا كلهم، دول بس اللي فاضلين. كان ساعتها فاضل تقريبا مادتين او 3. وانت دلوقتي خلاص يعني، انت دلوقتي بدات في انك تعد عد تنازلي عشان تخلص من السنه دي، تخلص من كل المواد اللي انت عمال تذاكر فيها بقالك كتير جدا. فعايزك دايما تفكر ان خلاص دي اخر مره انت هتذاكر فيها الماده اللي انت داخل تمتحنها دي اخر مره انت هتبص فيها في كتاب عربي، دي اخر مره انت هتكون فيها في ضغط زي ده، اخر مره هيكون عليك فيها حمل كبير وبتاع وكده، عشان انت لما تدخل الكليه محدش هيفكر اصلا انت في سنه كام يعني. انا خالتي ما تعرفش انا في سنه كام، خالتي فاكرها هتخرج، فمحدش هيسال عنك بعد ثانوي. دي فتره ضغط مؤقته وخلاص، فاضلها شهر واحد وتخلص. فعايزك تدوس شويه. بس بمناسبه الفتره دي في شويه غلطات برضه انا وقعت فيهم، حابب اقول لك عليهم بالمره عشان ما تنقصش زي ما انا نقصت. عشان انا طول الامتحانات كلها لما النتيجه طلعت، العربي اللي معظم الناس نقصت فيه كتير جدا، انا نقصت فيه تقريبا يعني مش فاكر كام درجه، بس كانوا قليلين عن كل الناس. نقصت في كل المواد من درجه، يعني من درجه ل5 درجات. وجيت على اخر ماده اللي هي الاحياء، نقصت فيها رقم خزعبلي كده، يعني مثلا من 20 ل 30 درجه. اللي هو انا كنت مذهول يعني. انا علمي علوم بتميزني ماده التخصص اللي هي الاحياء، ازاي انقص فيها ده كله؟ وبصراحه انا كنت بذاكرها وكنت بحل كتير.
فبعدها لاحظت ان طول ان انا ما ذاكرتش الماده دي اصلا بقالي شهر. انا من ساعه ما الامتحانات بدات وانا مثلا فاضل 3 ايام على العربي، فانا بذاكر العربي بكل حاجه عندي. فاضل 4 ايام على الانجليزي، فانا اكيد مش هذاكر غير الانجليزي، لغايه لما وصلت لاخر ماده وانا كانت ممسوحه من دماغي. فهو ده كان السبب ان انا نقصت كتير جدا في الماده دي، وانا مش عايزك تعمل كده. فعايزك بعد كل ماده، بعد كل امتحان الاول، تدي نفسك ساعتين كده تفصل نفسك بيهم، مش تريح، مش تاخد بريك، لا انا عايزك تفصل نفسك بيهم. تروح مثلا انت و2 3 اصحابك تخرجوا مثلا، تتفسح الساعتين دول بعد الامتحان، تشوف فيلم مع والدك والدتك، او تعمل اي حاجه مع حد تخليك تفصلك عن الامتحانات. بس ابعد عن التليفون، ابعد عن الموبايل، ابعد عن كل الناس اللي بتكلمك عن ثانوي. ساعتين تكون فيهم انت مش في ثانوي، ساعتين تفصل بيهم نفسك عشان تعرف تذاكر للماده اللي بعدها. وتاني حاجه عايزك تعملها انك تدي نفسك برضو في ال3 ايام او الكام يوم اللي بين المواد دول نص ساعه، بس نص ساعه تحل فيها على الماده الاخيره. اخر ماده فعلا هتغدر بيك، وانا مش عايزها تغدر بيك زي ما غدرت بيا، فخد بالك من نفسك يعني. وذاكر كويس في الفتره دي عشان نفتكر هي اخر فتره تقريبا انت هتذاكر فيها بجد، واخر مره هتبص فيها في كل ماده من المواد اللي طلعت عينك طول السنه دي. فذاكر كويس في الفتره دي عشان هي فعلا مهمه. وتاني حاجه كنت بعملها، كنت عامل الورقه اللي هي على شكل، استنى اعملها، استنى معايا الكراسه هنا، استنى. اهي كانت كده بالظبط، مش عارف باينه ولا لا، بس كانت متخططه كده زي تخطيط الشهر. وكان كل ما يوم يعدي من شهر الامتحانات ده كنت بعمل عليه غلط بالشكل ده. وعلى قد ما هي حاجه تبان يعني عاديه جدا، تافهه جدا، غريبه قوي، بس يعني كانت بصراحه بتديني شعور بالراحه. يعني لما ببص الورقه دي واقول خلاص شهر الامتحانات ده فاضل فيه 3 ايام اهو، الشهر فاضل فيه 15 يوم، فاضل كام يوم وخلص وخلاص وبتاع وكده، كان بيريحني شويه، بيخفف الضغط شويه، ما يخلينيش افكر كتير ان انا افكر ان انا ساعتها خلاص يعني انا بقالي 9 10 11 شهر بذاكر وبتعب وبنزل دروس عشان الكام ماده دول، ودلوقتي انا خلاص في الاخر، انا دلوقتي خلاص بشطب في المواد دي وفاضل كام يوم ويخلصوا. كل يوم لما كنت بمسك القلم واروح شاطب على يوم من الايام بتعدي خلاص، كنت بتبسط وكان بيخف عني الضغط ده نوعا ما. فاتمنى كل واحد يوصل فعلا للكليه اللي هو عايزها، بس بطلوا تضييع وقت عشان الوقت هو وقتكم، يعني هو الحاجه اللي في ايدك دلوقتي، وربنا معاك. بس اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.